سيادتك واخده الاسئله كده انتم مع سيادتك مين؟ انا اسماء من برنامج زوجة الكبدية. شرفنا كمان. دي دعوة حضور؟ ايوه. بتمنى ان حضرتك تيجي. طب ماشي اوكي. اوكي قبلت الدعوة؟ طبعا. استاذ جورج، استاذ محمد قبل الدعوة جاي ان شاء الله. محمد قبل الدعوة، موجود بالخارج بانتظار انه نعطيه اشارة، ولكن انا شايف القصة كبيرة شوي. قصة منى مع محمد كبيرة شوي. محمد اكتشف انه منى كانت على علاقة بالتليفون وبالرسائل مع شاب جارهم، وبعت له رسائل غرامية، ووصل سمعها مرة عم تحكي على التليفون معه وبتشكي له عن زوجها، عن محمد. فبتصور انه ما في رجال بيصدق انه هذه العلاقة بريئة. ان شاء الله نقدر نقنعه لمحمد، لانه منى اكدت وجزمت انه هذه العلاقة بريئة ولم يحصل اي شيء بينه وبين هذا الشاب. خلينا نشوف وجهة نظر محمد، مشاعر محمد، واستعدادات محمد بالنسبة للمستقبل من نادي محمد شعراوي. اهلا استاذ محمد، اهلا وسهلا حبيبي، اهلا. كيف احوالك؟ طمني عنك. تفضل يا يوني، اهلا فيك. طمنا عنك. الحمد لله. شايفك فايت داخل متردد، ليه بقى؟ شوف سيادتك ما ترضتش. انت حذر. الحمد لله. حذر، وباين عليك ما شاء الله بتصلي يا سيدي مش انا اللي وجهت لك الدعوة. انا في ناس لجأوا لي طلبوا مني أن أدعوك إلى هذا الاستوديو، ففعلت. أرسلت رسالة باسمي تعذرني سلفا عن أي شيء، بس إن شاء الله يكون للخير. إن شاء الله تشكرني بعدين مش تعذرني. إن شاء الله. أتمنى. تحب تعرف مين دعاك؟ أتمنى. يا ريت تطلع بالشاشة. إيه ده؟ طب ليه يعني؟ ده اسمه كلام ده يا جدعان؟ ده اسمه كلام؟ يعني الفضايح كده تبقى على الملأ كده؟ فضايح؟ ليش فضايح؟ ليش فضايح؟ انا الانسانه ديت انا اساسا من سنه ونص وانا مفيش صله ما بيني وما بينها اساسا. بني ادمه مش غير محترمه اساسا. لا يا رجل، ام اولادك. باشا ام اولادي، بس خلاص يعني الموضوع انتهى. يعني معقولي لابنك تقول له امك مش غير محترمه؟ لا يعني انا خلاص، انا بالنسبه لي الانسانه دي لو شفتها، لو هي موجوده هنا انا ممكن ما افرتكها. فانا اسف يعني. انا اسف، بس تفضل خليني، انا ما زال جيت، خليني احكي معك. رحب فيك. لا الله يبارك. انا كده قلت لك انك تعذرني سلف، لانه كده لا كده معلش انا اسف، كده ما ينفعش. كده ما ينفعش. طيب لان ما تبقاش العمليه على الملأ كده والفضايح على الملأ. ما فيش فضايح. لا ما هي صاحبة فضيحة مش انت. لا انت مالك؟ انت مش صاحب فضيحة. ازاي؟ ما هوش ليه اصدقاء وليه اصحاب اما يتفرجوا على الكلام ده، يبقى ازاي؟ بس مش انت صاحب الفضيحة. طب ازاي؟ هي بتتحمل مسؤولية. ازاي هي بتتحمل؟ انت الخنت مش انت الخاين، هي. لا بس هي الخاينة وفي نفس الوقت ما انا برضه بتحمل مسؤوليتي ان انا اتجوزت انسانة زي دي. لا 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 لا, لا. هي بعثت لك رسالة، تحب تسمعها؟ اتمنى. هقول لك رسالة. خلينا نقراها على القاعد لأنه بدها شوية هدوء المسألة. بدنا نقراها بهدوء لأنه في وضع عائلي، في أولاد. بتقول لك زوجي الحبيب محمد، يا رب تكون بخير، مع أني أعرف أنك لست بخير، لأنني تسببت لك في جرح غائر لا أعرف هل سيداويه الزمن أم لا، لكنني أعرف أن ما أستطيع فعله هو أن أعتذر لك عن هذا الجرح أمام ملايين الناس. حبيبي محمد، أيوة أنت حبيبي، حتى لو لم تكن تصدق ذلك، وحتى لو كنت غاضبا مني. يا حبيبي لقد فقدتك كثيرا. أعرف أن ذلك لا يبرر ما فعلته، لكن يجب أن تعرف أنني كنت أفتقدك، وأنني كنت أريد من يسمعني، وأقسم لك بالله
أن الأمر لم يتعدى المكالمات والرسائل، وأعرف أن ذلك خطأ كبير، لكنني لم أذهب في طريق الخطيئة. طب دلوقتي اللي بيبعت دعوة لواحد ده مش بيبقى موجود؟ اللي هي بعتت لك دعوة ومش موجودة؟ موجود بالشاشة، على الشاشة. لا موجود وجه لوجه. ايه موجود. طب اقابلها. لحظة هتقابلها، بس خليني نكمل الرسالة. اتفضل. قلت لك يا محمد أنا آسفة على ما حدث، وليس سهلا أن تخرج امرأة أمام كل هذه الكاميرات وفي برنامج يشاهده الجميع لكي تعترف بخطئها على مرأى ومسمع من الدنيا كلها، لكنني أفعل ذلك لأنك تستحق هذا الاعتذار. أستحلفك بالله أن تسامحني من أجل حبنا ومن أجل الأولاد، والمسامح كريم. أنا حكيت مع الست ما صلش فرصة أن توضح موقفها. هي بتقول إنه ما حصلش أي شيء بين ذلك الشاب. في شباب كتير بيعاكسوا ستات، تليفونات، مخابرات، مكالمات. ست بتكون ضجرانة إلى آخره، بس إنه ما وصلت إلى حد الخطيئة. خطأ زي دوت. طيب بس الخطأ، لو الخطأ ده مع سيادتك أو مع أي راجل من الرجال اللي قاعدين يا سيدي يدخل الشيطان أحيانا. مين منا معصوم؟ نحن بشر. ماشي، بس ما تبقاش على الملأ. ما تبقاش على الملأ. يبقى في تصالح، ما يبقاش على الملأ. يبقى في حل مشكلة، ما يبقاش على الملأ. ما هو أنا بدي أقول لك شغلة، أنت بتحب المشكلة ولا لا؟ بحب المشكلة؟ بتحب تحل المشكلة؟ بحب أحل طبعا. أي مشكلة تحل. فإذا لما بتنحل المشكلة وكأنها لم تحصل على الملأ، لأنه بتكون فعلا بينت أنت عن كبر أخلاق وكبر قلب وكبر إيمان، بتكون الست كمان برأتها من الظن. بس خلينا نسمعها تتكلم. ما زال بدك تسمعها تتواجه معاها. أنا يا منى أتواجه معاها وجها لوجه. لحظة، هلا بنتواجه. مش على هلا حنتواجه، بس خلينا نتكلم بالأول. والله العظيم انا غلطت وجيت اسفك قدام الناس دي كلها عشان تسامحني وترجع تاني لبيتك وولادك. انا غلطانه والله، وجايه يعني اتاسف لك وابوس رجلك لو عاوز كمان قدام الناس دي كلها، بس تسامحني على اللي انا عملته. والله ما كانت اكتر من مكالمات تليفون. لما عيل من عيالك يسمعك ويجي يقول لي طيب هيبقى ايه الحل يعني؟ طب ما انا غلطت يا محمد وجيت اتاسف لك وبقول لك ان انا غلطانه فعلا. بس الكلام ده ما ينفعش كده، لازم اقابلك وجها لوجه. انت بتبعتي لي ناس وبتكلمي ناس وكل ده ما شفتكيش، اشوفك وجها لوجه عشان يبقى في تفاهم. لو انت عاوز يبقى في تفاهم. طبعا الموضوع بقى على الملأ ويبقى التفاهم على الملأ، خلاص يبقى في تفاهم وجها لوجه. نظام البرنامج هو هكذا، يعني عندك ستار وكل واحد منكم خلف الستار. بنفتح الستار لما انت بتكون موافق انك تسامح. اذا مش موافق تسامح، ما التسامح دوت ما يجيش كده. احنا طيب دلوقتي بقت مشكله على الملأ. بقت مشكله على الملأ يا سيدي الفاضل. بعد اذن سيادتك اتفضل. اللي انت عملتيه كده ده غلط. صح، هي ما ان انت تتصلي ببرنامج والبرنامج يبعت لي دعوه ويجيبني والكلام ده كل ده غلط. وانا مخلي معاك العيال عشان عارف ان انت قاعده عند والدتك. ممكن العيال النهارده اخدهم وما اشوفهمش تاني، وانت عارفه الكلام دوت. وساكت سنه ونص ساكت، بتبعتي لي ناس وبنتكلم وبتاع، مش عايزه تواجهني الوجه لوجه. يبقى اذا في حاجه غلط. والله ما في حاجه لا، قلته لك. طالما ما فيش مواجهه وجه لوجه يبقى في شيء غلط. بتعملي وسطات في النص وحاجات في النص وناس بتخش، الناس كلها عرفت كل حاجه. انت اللي فضحتي نفسك مش انا اللي فضحتي. طب الفضيحه ليا مش ليك، وانا بقول لك سامحني. لا ازاي؟ ما انت في الاول والاخر اسمك هيبقى على اسمي. ازاي الكلام ده؟ ما انا تعبت يا محمد، كل ما ابعت لك حد وعيالك طيب. اسمهم على اسمك. عشان خاطر ولادك يا محمد. ولادي هيتربوا. اروح اتجوز واحده ثانيه، اتجوز 2، اتجوز 3، اتجوز 10، هيتربوا. لا 10 ما يعطيكش حق الشرع. 4. يا سيدي الفاضل بص، يعني بص اتجوز اي حاجه، مش اتجوز يا عم واربيهم مع ستهم. لا بتربيهم طبعا، بتربيهم حبيبي، بتربيهم. بس نحن ما بقاش يعني الاسلوب ده. يعني اما عيل يا ابو احمد يا سيدي يعني الفاضل بعد اذن سيادتك. ايه؟ انا عارف ان سيادتك
هتخش وسط خير. نعم. بس بعد اذن سيادتك. نعم. طالما انت سمحت لنا ان هي تطلع اللي في قلبها، نعم. اسمح لي ان انا اطلع. تفضل يا حبيبي، انا منتظرك تطلع اللي بقلبك. فهي ما طلع ينفعش، كل اللي في بقلبك. ما ينفعش ان عيل من العيال بتقول لك عيله عندها 11 سنه، يعني خلاص يعني سنتين ثلاثه واجوزها. طبعا صبيه لما عروسة. تسمع ان امها بتكلم واحد في التليفون، وطبعا التاني لسه عيل صغير شاب صغير، كلام الحب والغرام والكلام ده كله، هتعمل ايه؟ هلاقيها متجوزه عرفي بعد سنه. هو ده. طيب قل لي شغله يا ابو احمد، انت شكيت انه في شيء بينهم؟ هي ادته فرصه يفتح في الكلام، حكيت له على الهموم اللي عندها. ممكن عاوزه تحكي عن همومك، احكي لاي صديقه. والدتك ما عايشه، لها الوضع كذا كذا كذا، هديلك الصح ومش هديلك الغلط. احكي لاختي، ما انت بتقعدي معاها. لكن انت استسهلت العمليه، واحد قال لك كلمتين في ودنك، انت حلوه، انت جميله، انت وشاف حلاوتك وجمالك في انه انت لابسه نقاب. اذا الموضوع النقاب ده الشال عشان يشوف حلاوتك وجمالك والكلام ده. يعني الموضوع فيه حاجه غلط. ايه رايك الغلط؟ ايه رايك الغلط ابو احمد؟ قل لي الغلط شو هو؟ انا بتكلم الغلط ان انا ما ينفعش يا سيدي الفاضل ان انا استمر مع بنات مزاجي، استحاله. خلاص الموضوع انتهى. انا لم يعني احنا بقى لنا سنه ونص في حوارات وكلام وتبعت لي ناس وحلفانات والى اخره. انا اعرف 1 زائد 1 يساوي 2. الموضوع انتهى. سكرت الباب خلاص، اقفلت. وبعد الموضوع بتاع النهارده ده، النهارده ان شاء الله اول لما اخلص مع الاستاذ، عيالك انت مش هتشوفيهم، وبقول لك كلمه مش هتشوفيهم بجد. خلاص. لا يا رجل مش لهالدرجه. لا للدرجه. يعني مش رح تكون سبب. لا للدرجه. حرمانها من والناس ديت مع احترامي لاستاذي، الناس دي مش هينفعوكي في حاجه. من الاخر، عيالك النهارده انت مش هتشوفيهم بعد النهارده خالص. وانت عارفه انا هوديهم فين وهيعيشوا احسن عيشه. لان انت كده غلطت غلط كبير. غلط. انا مش يعني بصي، انا لو شفتك دلوقتي انا عايز اشوفك وهشوفك. ماشي؟ بدك تشوفها باستوديو هون؟ بتحب تشوفها هون باستوديو تتكلم معها؟ طيب افتحوا لي الستار، معلش خلي يحكي معها مباشرة. اقعد كويس، اعدل هيك، اقعد كده، وهي جالسة هناك، كلمها اللي عايز تقوله. خلاص. لوين رايح؟ انا عاوز دلوقتي افهم كل اللي انت عاملاه ده كله عشان ايه؟ عشان غلطت وجاي عشان تسامحني. اسامحك؟ يعني بعد كل ده؟ ما شاء الله، يعني اللهم صل على النبي. يعني الناس الموجودين والكاميرات وزماننا دلوقتي، عيالك بابا هو وماما وهي عاملين قلبات في البيت، الشارع. كل ده عشان ايه؟ عشان غلطت. يعني انت حاسه بالغلط بتاعك. ايوه. وجاي تاسفي لي. ايوه. طب احنا بقالنا ساعه ونص بنحكي في الموضوع ده. خلاص يعني قفلت معاكي؟ ما انت مش عاوز ترجع. بصي، انا زي ما قلت لك النهارده ساكت تماما ان خلاص عيالك، انت النهارده الصبح ودعتيهم وسلمت عليهم وكده، وبستيهم من هنا ومن هنا، قلت لهم انا راح اوضح بابا وجايه لكم. لا مش تفضح بابا يا ابو احمد. ايوه كده مش فضيحه. فضحت حالها هي. كده مش فضيحه؟ لا مش حالها. مش حالها كده، مش فضيحه. دي ليا انا مش ليك انت. لا ازاي يعني؟ ايه ليك انت؟ ليا انا. يعني ايه؟ جاي اتاسف لك، ما عملتش يعني حاجه. ايه جاي تاسفي؟ لما تجيبينا تحطينا في الوضع ده تقول لي لا مش فضيحه ليك انت، ما الفضيحه لمين؟ يا سيدي ايه، ما لقت مكان تقدر تحكي وتنقذ هذا الموقف الا بهالاستوديو. انت لو عندك مخ، لو عندك مخ والنقاب ده على حق، بتقولي انا راجل بتاع ربنا، اروح الجامع الازهر. بس انت مفيش، خايفه تخش الجامع. كفايه يا محمد. سلمت على عيالك خلاص. طيب مش هشوفيهم النهارده. كلمني شوي، حكيني شوي. خلاص حكيت بدك تقول لي خلاص تعال. ماشي، تعال معايا. تعال معايا. لا ده مش هتاخدهم. ده انا قبل ما امشي من هنا يكونوا راحوا وانت عارفه راحوا فين. ان شاء الله مش هتاخدهم بقى. انت عارفه مش هتاخدهم. ليك محمد هل لي شغله، هل عندك في مجال 1% تسامحها؟ لا خلاص مستحيل. طيب بس انا مسؤوليه علي.
طلع فيه، مش لانه استضفناها بالبرنامج بتحرمها من عيالها. توعدني شو ما حصل ما بتحرمها. مهما حصل، وهي لولا مش حاسه بالذنب وحاسه بدها تنقذ الموقف ما اجت امام هذه الكاميرات، الجمهور 300 شخص هنا وملايين الناس. بص اقول لسيادتك على حاجه، سامع؟ بس ما كانتش. خليك معي. انا مش عاوز اسيب سيادتك وامشي. خليك معي. انا مش عاوز اسيب سيادتك وامشي. اللي هي عملته احرمها من عيالها ادبا ليها. عاوز تاخد عيالها نوديها محاكم، نوديها محاكم. طيب وانت عارفه محاكم معايا هتعمل ازاي؟ ممكن ما اشوفهمش الا بعد ما يتجوزوا ويخلفوا واحفادهم يتجوزوا. اللي شيء يعني مش رح تسامحها. خليني افهم شيء. لا ما فيش تسامح. ما فيش تسامح. خلاص الموضوع انتهى. الموضوع انتهى. بتحلوها بالتي هي احسن، مش هيك؟ مفيش حاجه. اوكي. وشو بدي اعمل؟ حاولت يعني شو بدي خبرك؟ انا حاولت. هيدي هذا هدف البرنامج، انه نرجع نرد العائلات الى بعضها اذا امكن. لم انجح في ذلك، انا بعتبر اني فشلت. بقى انا بدي ودعك واشكرك على ثقتك ومجيئك، سامع؟ وان شاء الله على خير. ان شاء الله. اذا بالمستقبل قدرت ترجع تنقذ العائله، المسامح كريم. اوكي؟ الله معك. مع السلامه يا حبيبي. شكرا. أما أحمد خليكي، أنا عارف أنا قصتك صعبة. أنا بعرف رجل وبعرف رسائل ومكالمات وكذا، يعني قلال الرجال في هذا الشرق اللي بيقدروا يتقبلوا هالموضوع. بشكرك على ثقتك، الناس رح بيقدروا فيكي شجاعتك انك جيتي قريتي بهذا الامر مع انه ما حدا كان عارف. بس اشكرك وان شاء الله على خير. ان شاء الله. ان شاء الله على خير. متشكره جدا. مع السلامه. تفضلي. يعني قلت انا من البدايه كنت شاعر انه القصه صعبه الرجل ان يسامح بمواقف من هذا النوع. طبعا اذا كان معتقد او واثق انه صار في خيانه معينه، خاصه الرجل الشرقي مثلنا.